مرحبا جميعا. دنباش جوجيرة. أنا إسماعيل خالد، مستشار إدارة عمل البيئة في إقليم الفرات. نحن هنا في هيئة الإدارة المحلية والبيئة للحديث حول هيكلية جديدة لإدارة عمل البيئة ورؤاها وآفاقها المستقبلية وآلية عملها. بعد التوجيهات الأخيرة التي صدرت من هيئة الإدارة المحلية والبيئة بتحسين جودة عمل هذه المؤسسة، توجهنا نحن بدراسة ووضع آلية وهيكلية جديدة تتناسب مع حجم الأعمال وحجم الرؤى العالمية. طبعا في البداية ممكن الحديث عن هذه الهيكلية باختصار شديد وأقسامها. تم تفعيل من خلال الإدارة عن البيئة سنة 2020 8 أقسام جديدة لإدارة عمل البيئة. هذه الأقسام موزعة على الشكل التالي: القسم الأول في قسم الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، وتضم جميع الحدائق الموجودة على كامل إقليم الفرات. القسم الآخر هو قسم المشاتل والبساتين. القسم الثالث هو قسم المحميات والغابات والتنوع البيولوجي. القسم الرابع قسم المبيدات الحشرية والمعقمات، وكان لها دور كبير وفاعل خلال فترة الحظر الذي فرض بسبب فيروس كورونا. لدينا أقسام جديدة، منها قسم إدارة الكوارث البيئية وبرامج إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى قسم آخر هي قسم سلامة الغذاء والصحة الوقائية، بالإضافة إلى قسم السياحة البيئية وقسم الإنارة الطرقية والتجميلية داخل المدن. تم تكلفة إدارة عمل البيئة بتسيير أمور هذا القسم الجديد الذي كان أصلا تابعا لهيئة الطاقة وتم استلامها في فترة ماضية. هذه الأقسام الأساسية التي يمكن الحديث عنها بالتفصيل خلال المراحل اللاحقة أو الأيام اللاحقة. اليوم يمكن الحديث بتفصيل أكثر حول قسم رش المبيدات الحشرية قسم رش المبيدات الحشرية والمعقمات. لماذا؟ لأن أغلب الشكاوي التي تردنا حول بعد ارتفاع المفاجئ للحرارة بداية الصيف وتكاثر الحشرات بشكل مبالغ فيه، حيث تأتينا تساؤلات عن سبب تكاثر هذه الحشرات ووجودها، خاصة تم عملية تعقيم على مدى أكثر من شهرين في مدينة كوباني والمناطق المحيطة فيها على كامل إقليم الفرات. ممكن الحديث أولا عن عملية التعقيم التي تمت على كامل إقليم الفرات، حيث تم تزويد الإدارة أو هذا القسم بمواد حشرية أو مبيدات حشرية ومعقمات من مختلف الأصناف. ممكن أن نورد لكم بعض الأصناف: الفورمالين وسايدكس وهيدروكلوريك. هذه 3 أقسام كانت خاصة بعملية التعقيم ضد فيروس كورونا. وبعد ذلك تم تزويد القسم ب5 مواد أخرى، هي مواد الفوغثرين وآيكون وكيوثرين وفيكام وتانجو. هذه المواد ال5 بعض منها تستخدم نهارا في عملية الرش الحشرية عن طريق المنازل، حيث يتم زيارة المنازل ورشها نهارا، والبعض منها الكيوثرين هي مادة ضبابية تستخدم عن طريق سيارة الرش بعد إضافة مادة المازوت إليها. من خلال بحث نوع ما من بحث مفصل عن سبب تزايد الحشرات في هذه الفترة قمنا به نحن وبعض المختصين الزراعيين. تبين لنا بعد ارتفاع الحرارة أن الحشرات بشكل عام تتكاثر وتضع بيوضها في نهاية فترة الشتاء أو بداية الربيع أو أشهر الربيع، حيث تفقس هذا البيض في بداية فصل الصيف وكلما تزداد درجات الحرارة، حيث تضع الأنثى الواحدة من جميع الحشرات فيما يفوق 2000 بيضة، وتتكاثر فيما بعد تبلغ وتصل إلى المستوى البلوغ وتنتشر، باعتبار نحن كشمال شرق سوريا نقع ضمن المناطق المدارية
ليس الحارة، المناطق الرطوبية الرطبة أو المعتدلة، منطقة المدارية المعتدلة. وهذا الجو المناسب لتكاثر الحشرات كلما ارتفعت الحرارة، وأيضا بسبب زيادة المساحات أو الزراعات والخضروات في هذا التوقيت، خاصة الخضروات الصيفية إلى آخره. هذا يساهم بدرجة كبيرة في زيادة أعداد الحشرات وتكاثرها وانتشارها. بالإضافة هناك بعض العادات الأخرى، العادات الخاطئة التي يتبعها الأهالي حول طرق الرمي النفايات، حيث لا يتم النفايات في أماكنها الصحيحة. ممكن يؤدي إلى تكاثر الحشرات عليها وانتشارها فيما بعد. من هنا عملت الإدارة العامة للبيئة في توسيع مهمة قسم رش المبيدات الحشرية والمعقمات من خلال تكثيف عملها بعد التعيين ودعم جميع البلديات الموجودة على كامل إقليم الفرات. في مدينة كوباني تحديدا هناك فريق كامل ومدرب يقوم بعملية رش نهارا وليلا. نملك حاليا 11 عامل خبير في عملية الرش يقومون برش المنازل وتسجيل هذه البيانات. حاليا تم تقريبا رش 75% تقريبا من كامل مناطق كوباني، وباقي لدينا 25%. أما المرشات أو المادة الضبابية التي تستخدم ليلا فقد تم انتهاء بالمرحلة الأولى وستليها مراحل لاحقة. ممكن أن يخفف هذه العمليات من أعداد الحشرات فيما يأتي. في الحديث حول فعالية هذه المبيدات المستخدمة، هناك شكاوي عدة تتحدث عن فعاليتها. ممكن أن يورد في ذهن البعض أن المادة قد لا تعطي مفعولها إلا بعد يوم أو يومين أو 3 وتنتهي. نعلمكم أن بعض المواد فعاليتها أو يعني قدرتها أو تأثيرها قد يستمر 2 شهر، وبعض المواد 3 أشهر. المادة الضبابية ممكن تستمر أسبوع. هذا يتوقف على قوة المادة وجدتها أو حداثتها، تاريخ إنتاجها. يعني بعض المواد اللي كانت تستخدم سابقا مثلا يكون تاريخ صلاحيتها شرفت على الانتهاء، لا يجدي نفعا، بينما المواد التي تم الحصول عليها أو استيرادها أو تأمينها هي مواد حديثة لدينا 3 سنوات صلاحية لاستعمالها. كثرة الحشرات الليلية في مناطق كوباني، كما ذكرنا في دراسة قمنا بها نحن وبعض الخبراء الزراعيين في قسم المبيدات الحشرية والمعقمات، تبين هذه الحشرات كما ذكرنا تبيض في فصل الشتاء وبداية الربيع، وتنتشر في أشهر الحارة بداية الصيف، باعتبار نحن نقع ضمن المناطق المدارية المعتدلة. انتشار هذه الحشرات بهذا الكم الهائل تأتي لأنها ممكن أن تكون مصدرا للطفيلات والأمراض التحسسية خاصة، وسبب انتشارها بهذا الكم الهائل في مناطق كوباني نتيجة الحرارة التي بدأت بالارتفاع. هي الشكل الأساسي له علاقة بالطقس والعوامل الجوية. حول الحديث في طرق التخلص منها أو ما هي البدائل لتخفيف أعداد هذه الحشرات. هل المبيدات الحشرية التي نستخدمها كافية للقضاء على هذه الحشرات؟ لا أعتقد أنها تكون كافية للقضاء عليها، على الأقل تخفيف من حدتها وتأثيراتها السلبية، خاصة بموضوع انتقال الأمراض واللدغات والأمراض الجلدية بكافة أشكالها. كما قلنا ارتفاع الحرارة يساهم في المنازل والمؤسسات خاصة، يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الحشرات والعادات السيئة في طرق التخلص من النفايات، خاصة نفايات الأطعمة. عندما تكون مكشوفة تؤدي إلى زيادة البؤرة وانتشار الأمراض نتيجة تكاثر الحشرات عليها. الفرق الجوالة والميدانية في عموم مناطق السكنية في كوباني ومناطق إقليم الفرات يبذلون قصارى جهدهم. وأيضا يجب أن نذكر موضوعا مهما جدا، موضوع النظافة اليومية التي يقوم بها عمال ومهندسين نظافة في كوباني من الساعة 5 حتى الساعة 12 قبل الظهر. هذه العمليات تساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من أعداد الحشرات والتخلص منها.
الشيء المهم الذي يجب أن نذكره هي ارتفاع الحرارة سببه الأساسي، وخاصة نحن بموسم الحصاد وموسم الخضروات والزراعات. هذه تؤثر إلى زيادة عدد الحشرات. في الأشهر السادسة والسابعة والثامنة، عندما يقل نوع ما مساحات الخضروات أو الزراعات، ممكن أن يؤدي إلى تقليل من هذه الحشرات. وممكن أن نتحدث عن التوزع الجغرافي لمناطق انتشار هذه الحشرات على كامل مناطق الفرات. ممكن أن نقيم انتشارها الكبير على طرفي حوض الفرات، نهر الفرات بشكل أساسي في المناطق الغربية من الإقليم، وتقل بدرجة كبيرة في المناطق الشرقية، حيث تكون الحرارة مرتفعة وتكون المساحات الخضراء قليلة. هنا يتبين كميات وتأثيرات هذه الحشرات ومدى تقبل جسم الإنسان إليها. هناك بعض الناس لا يتقبلون أو لا يستطيعون تحمل لسعات الحشرات، وهناك بعض النمط من السكان أصبح عندهم مناعة كافية لمقاومة هذه اللسعات. ممكن أن نذكر بعض الأنواع، أغلبيتها في البرغش والبعوض والذباب، بالإضافة إلى الصراصير الألمانية والصراصير الحمراء، بالإضافة إلى العقارب تعتبر من الحشرات التي تظهر في فصل الصيف. يجب أن نذكر أيضا أن قلة ورود المياه نهر الفرات أدى إلى انتشار كبير للأفاعي في مناطق حوض الفرات. ممكن أن نذكر أيضا أن هذه الحشرات تؤدي إلى أمراض وطفيليات، من أهمها الحمى والدفتيريا. وأيضا إذا بالغ أثر هذه الحشرات في موضوع النقل أو نقل الجراثيم أو نقل الميكروبات، ممكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل الحمى الصفراء والكوليرا أيضا. وفي معلومة أخرى ممكن تكون عن طريفة ولا يلقي أهمية عند بعض الناس، أن البعوضة مثلا ممكن لها أن تتكاثر لتنتج 2000 بعوضة خلال أسبوع واحد، عمر الافتراضي من 5 أيام إلى أسبوع. ومن خلال هذه الفترة ممكن أن تنتج 28 مليون بعوضة. وهذا الرقم إذا ضربناه بعدد البيوض التي تنتج خلال هذا الأسبوع، ممكن أن الرقم يصل إلى أرقام خيالية، ولكن بفعل عملية الرش يمكن التخلص من